السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. مباراة الاهلي وبيراميدز ديربي وما بعده ديربي. كل اللي قاعد بيتفرج بحماس على الماتش ده هو جمهور نادي الزمالك. واحد يقول لي زمالك ايه يا عم؟ ده الاكتر المفروض يكون نادي الاهلي. لا، نادي الزمالك هو اكتر جمهور قاعد ومراقب المباراة دي وعايز يشوف ايه اللي هيحصل، لان في كلتا الحالتين الفريقين اللي يكسب يعدي. طبعا الزمالك عايز الاتنين يكونوا متعادلين بحيث ان يديله تاني فرصة بعد الفرصة الاولى اللي اعطاها النادي الزمالك نادي الاهلي، والزمالك فرط فيها امام فيوتشر. فيوتشر اللي قدر يغلب نادي الزمالك في مباراة كانت صعبة جدا على نادي الزمالك، خصوصا ان فيوتشر ما غلبش ولا مباراة، والمباراة الوحيدة اللي غلبها كانت نادي الزمالك. تعالوا بينا نتفرج على تشكيلة نادي الاهلي وتشكيلة نادي بيراميدز، القناة الناقلة وكمان المعلقين بتاع المباراة، كل ما يدور حول المباراة دي هنا وبس. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد، اخبار اول باول. يلا بينا نشوف تشكيلة نادي بيراميدز أمام الأهلي. تشكيلة بيراميدز: إبراهيم عادل يقود الهجوم والشيبي ضمن بدلاء أمام الأهلي. أعلن الكرواتي كورونو سيلفا المدرب الفني لفريق بيراميدز التشكيل الأساسي لمواجهة النادي الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. المباراة دي يلي مباراة نادي الأهلي والزمالك، ديربي ما بعده ديربي. أي نعم، الديربي أهلي وزمالك، بس المباراة دي تتصنف من أحسن مباريات الدوري الممتاز بعد مباريات الأهلي والزمالك. صحيح هتكون مباراة قوية، يا رب نتمتع بيها، سواء انت اهلاوي سواء انت زملكاوي سواء بتشجع اي فريق. المباراة دي هتكون من احسن المباريات في الدوري بعد مباراة الاهلي والزمالك. يلا بينا كده على تشكيلة نادي بيراميدز، واللي هتكون في حراسة المرمى احمد الشناوي، خط الدفاع احمد توفيق وعلي جبر، احمد سامي ومحمد حمدي، خط الوسط توريه، وليد الكارتي، احمد عاطف، قطة، خط الهجوم مصطفى فتحي وابراهيم عادل فيستون ميل. تشكيل جامد، بيراميدز داخل بقلب جامد. حقيقي هتكون مباراة كويسة جدا. تعالوا بينا كده نتفرج على تشكيلة النادي الأهلي. طبعا التشكيلة دي لازم تكون ملعوبة بخطة النهاردة، لأن جمهور الأهلي ما بقاش مستحمل على أداء وسوء لعب اللعيبة والتباطؤ، وإن لعيبة النادي الأهلي ما بقتش زي الأول بتلعب أي مباراة. جمهور النادي الأهلي والأول مرة نزل المباراة دي وعنده الثقة في اللعيبة قد كده، وده كلنا متفقين عليه، ان جمهور النادي الاهلي ثقته في لعيبته نزلت الفتره اللي فاتت دي. بس قبل ما نروح لتشكيله النادي الاهلي تعالوا نشوف بينا دكه بدلاء بيراميدز: شريف اكرامي، محمود مرعي، مهند لاشين، عبد الرحمن مجدي، كريم حافظ، صديق اجولا، يوسف اوباما، طارق علاء، ومحمد الشيبي. ايه يا عم ده؟ وكمان غايب لهم رمضان صبحي. انت عندك دكة بره كأنك بتلعب في الملعب، يعني الدكة اللي بره دي فريق تاني. فالنادي الاهلي الله يكون في عونه امام بيراميدز النهارده، خصوصا مش لكده ان الاهلي كويسه وكل حاجه، والاهلي لو في مستواها مفيش فريق يقف قدامها، بس المشكله هنا ان سوء لاعيبه النادي الاهلي، ولاعيبه النادي الاهلي مش كويسين الفتره اللي فاتت دي. عشان كده بقول الله يكون في عون النادي الاهلي النهارده. مباراه يا اما تخليك ترجع تاني لمستواك، يا اما تفضل على ما انت فيه. يلا بينا كده نروح لتشكيله النادي الاهلي. تشكيله الاهلي امام بيراميدز: أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تشكيلة فريقه اليوم أمام بيراميدز في دوري الممتاز. ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز في تمام الساعة 7 مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز. تشكيلة الأهلي الرسمية أمام بيراميدز في الدوري: الأهلي يأتي بالتشكيلة الرسمية أمام بيراميدز كالآتي: في حراسة المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومصطفى العش. طبعا هيكون أول ظهور لمصطفى العش في مباراة زي دي. يلا يا بطل اثبت نفسك. جمهور الاهلي ما بيستناش على حد الفترة دي، مركزين جدا مع اللعيبة. في خط الوسط مروان عطية، اكرم توفيق، وكريم وليد. خط الهجوم حسين الشحات، عاشور، كريم الدبيس. انا شايف ان الاهلي كان ناقصها واحد بس، يعني كان ناقصها لعيب واحد بس، واقول لك ان النادي الاهلي يا دوبك
كامله، لان انا شايف في تشكيله نادي الاهلي في بعض التغييرات، زي ان انا مش شايف وسام ابو علي. وسام ابو علي كان هيلعب النهارده بشكل غير طبيعي. وسام ابو علي لعيب ليفله عالي، بس طبعا هنعمل ايه؟ يبقى الحال على ما هو عليه. جمهور الاهلي ينتظر من لعيبته النهارده كل اداء كويس. مش محتاجين بقى العك والكرة واللي احنا شفناه ده. مارسيل كولر خلاص على تكة كده، وجمهور الاهلي هيقول له يلا باي باي، عشان احنا خلاص جبنا اخرنا منك. تعالوا بينا كده على احداث المباراة كمان، ونشوف المعلق على المباراة وكمان القنوات الناقلة. تقام مباراة الاهلي وبيراميدز اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز. الساعة 7 بتوقيت القاهرة، الساعة 6 بتوقيت الجزائر والمغرب، الساعة 8 بتوقيت الكويت والسعودية، الساعة 4 بتوقيت ليبيا. القنوات الناقلة عبر القمر الصناعي 11861 دي قنوات النايل سات اون تايم سبورت. وقناة بيراميدز المعلق أعلنت قنوات اون تايم سبورت عن المعلقين عبر قنواتهم: القناة الصوتية الأولى والقناة الصوتية الثانية. على القناة الصوتية الأولى مؤمن حسن، والقناة الصوتية الثانية هيثم هيبة. زي ما قلت لحضراتكم لازم تركيز. مباراة لا تقبل القسمة على 2، وإما يبقى الوضع على ما هو عليه. عايزين نشوف ماتش كويس، عايزين نشوف ماتش بدون تنشنة من اللعيبة، بدون عصبية في الملعب. العب كورة، خليك وركز، مالكش دعوة بالتحكيم. انا ما اطلعش بعد الماتش اقول اصل التحكيم ومش التحكيم مش عارف ايه الكلام ده، مش عايزين نشوفه. عايزين نشوف ماتش كويس النهارده بين الاهلي ونادي بيراميدز. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد اول باول. لحد هنا الفيديو انتهى. ان شاء الله القاكم في فيديوهات تانية، وشكرا جدا لكل واحد بيعمل لي لايك واشتراك. والله العظيم انت ما تعرفش انا بالنسبه لي اللايك والاشتراك دول بيفرحوني قد ايه. لحد هنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.